ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يا رب، ونفسيتكم احسن نفسية في الدنيا. النهارده هتكلم معاكم عن خصائص وعلامات الانكار. ازاي اعرف اني بنكر الحدث المؤذي اللي حصل معايا، وازاي اعرف ان انا في مرحلة انا فعلا محتاج فيها المساعدة حتى لو انا برفضها وشايف ان انا مش محتاجها. خليني اقول لكم في الاول انه معرفه المشكله او الاعتراف بوجود مشكله هو نص حلها. فلو انا مش معترف ان في مشكله وان في كارثه حصلت في حياتي، فانا مش هبتدي ادور على الحلول. وهنا بستعيد مقوله اينشتاين لما سالوه لو هنديك ساعه علشان تحل مشكله هتنهي العالم هتعمل ايه؟ قال هفكر في الحل 55 دقيقه وهنفذ في 5 دقائق. في 60 دقيقة التفكير في المشكلة وأبعادها وحلولها وإمكانات تخطيها هو المهم. خليني أقول لكم إن الإنكار ليه علامات أساسية: رفض الحديث عن المشكلة، إيجاد طرق لتبرير تصرفاتك، لوم الآخرين والقوى الخارجية باعتبارهم المتسببين في المشكلة التي حدثت لك، أن تقطع وعودا أنك سوف تتعامل مع المشكلة في المستقبل، تجنب التفكير في المشكلة أصلا، شعورك أنه لا يوجد أمل ولا يوجد مساعدة. حتى لو فكرت في المشكلة وأبعادها دائما داخلك يقين أنه لا مجال لحلها ولا مجال للوصول إلى نهاية ليها، وإن أي حد مهما عمل مش هيحدث فرق في اللي حاصل، يعني تحصيل حاصل كل حاجة محصلة بعضها. وحين يحاول الآخرون إيجاد حلول أو محاولة المساعدة تقول الجملة الشهيرة مالكوش دعوة. طيب إيه هي خصائص الإنكار؟ الشعور بالخدر أو الصدمة، الشعور بالارتباك، الهروب وعدم القدرة على معالجة المشاعر، نسيان الخسارة، تجنب التفكير بالخسارة، المماطلة في التعامل مع الخسارة وعواقبها، البقاء مشغولا طوال الوقت لتجنب التفكير في الخسارة، الانخراط في سلوكيات طائشة وسهولة تشتيت انتباهك، التركيز على احتياجات الآخرين بدلا من احتياجاتك الشخصية، التفكير أو القول أن كل شيء على ما يرام وأنه ليس هناك أي مشكلة، استخدام مواد لتجنب مواجهة الواقع زي الكحول والتدخين. دكتور إيمي دراموس المتخصصة في علم النفس الإكلينيكي ومؤلفة كتاب فهم الاضطراب ثنائي القطب بتتكلم إنه الإنكار في حالة الانفصال أو الموت بيكون ليه أشكال زي حوافز متكررة للاتصال بشخص متوفي أو لم يعد جزءا من حياتك، كأن ترغب في أن تحكي له أمرا حدث كما اعتدت أو تشاركه شيئا كما كنت تفعل دوما، التفكير في مزحة كان سيستمتع بها ثم تدرك أنك لن تتمكن من مشاركتها معه بعد الآن، الاستيقاظ في الصباح الباكر ثم تتذكر أن الشخص لم يعد موجودا، الشعور أن الشخص كان وما زال معك ولم يغادر أبدا، عدم الرغبة في خلع خاتم الزواج بعد انتهاء الزواج أو وفاة الشريك، محاولة التفكير في طرق للعودة مع شريكك السابق حتى لو كنت تعلم أن هذه ليست فكرة رائعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. فصلت الآية 30. طيب لو حضرتك تأكدت من خلال العلامات اللي بتكلم منها أو اللي قلت عليها إنه حضرتك بتعاني من المرحلة الأولى من مراحل الصدمة وهي الإنكار، طب إيه الحل؟ دكتور إيمي دراموس بتتكلم عن مجموعة من الخطوات العملية لمواجهة حالة الإنكار. خليني أقولها لكم في نقط أساسية. بتقول امنحوا وقتا، فالوقت أهم معالج للحزن، يشفي الجميع، ولكن تختلف المدة المقدرة لذلك كل بحسب جدوله الزمني. بعض الأشخاص يستغرقون وقتا أطول من غيرهم للتأقلم، لكن الجميع يشفى تدريجيا، فالشفاء يحدث مرة واحدة. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية، ابدأ في التطلع للمستقبل، ففي أعقاب الخسارة قد يكون من الصعب تخيل كيف ستبدو الحياة، لكن مجرد التفكير في الاستعداد يجعلك قادرا على البدء في التفكير في المستقبل مرة أخرى. يمكنك البدء بخطوات صغيرة أو خطط يمكن إدارة. كتابة اليوميات ستساعدك كثيرا. يجد بعض الأشخاص أن كتابة اليوميات مفيدة فعلا، لكن احرص على عدم التدوين بطريقة تجعلك عالقا في الماضي. عبر عن مشاعرك في الحاضر واكتب عما تراه وتخابره، لكن أيضا اكتب عن المستقبل وعن الخطط وعما ترغب حقا في القيام به. اطلب المساعدة بالطبع، هذه ليست رفاهية. إن لم تكن قادرا على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة فلا بأس باللجوء إلى مختص. الحزن أمر طبيعي طالما أنه لم يتحول إلى اكتئاب بحيث يعجزك عن العمل لفترة طويلة، أو حين يتحول إلى شيء يضر بك. يمكن أن تساعدك الاستشارات أو الجلسات على معالجة الخسارة وقبولها، وقد يضطر طبيبك إلى منحك بعض الأدوية التي قد تساعدك على تخطي الموقف. أشوفكم على خير. الفيديو الجاي هتكلم فيه عن المساومة،
يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد.